يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار. مثل شعبي بيتقال لما الفرح بيتحول فجأة لحزن، والحقيقة إن المثل ده له حكايات كتير في التراث. لكن في يوم من أيام القاهرة المثل ده اتقال مرتين في أقل من ساعة واحدة من حوالي 500 سنة عند باب زويلة، واللي وراه قصة عجيبة عن الثبات على المبدأ والحفاظ على الكرامة. ما تيجوا نعرفها. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا. النهاردة حكايتنا مع باب زويلة ومع طومان باي آخر سلاطين دولة المماليك، ونصلي على النبي ونحكي الحكاية. هنرجع بالزمن لسنة 1516 ميلادية، لما كانت مصر تحت حكم دولة المماليك، الدولة اللي حكمت البلاد حوالي 267 سنة. وتحديدا هنرجع لليوم اللي بيوصل للقاهرة خبر مقتل السلطان قنصوة الغوري حاكم مصر في معركة مرج دابق ضد العثمانيين، علشان تدخل الدولة في حالة من الفوضى، ويجتمع أمراء المماليك ويختاروا شاب في أوائل الثلاثينات، شجاع محبوب ومحارب قوي اسمه طومان باي. لكن المفاجأة إنه رفض السلطة وقال لهم الدولة ضعيفة والعثمانيين بيقربوا والخيانة قتلت الثقة بينا. لكنهم أصروا وأقسموا له بالولاء والطاعة، فقبل وأصبح السلطان طومان باي. طومان باي جمع الجيش واستعد لملاقاة الجيش العثماني في منطقة الريدانية شرق القاهرة. وفي 23 يناير سنة 1517 وصل الجيش العثماني وبدأت المعركة. طومان باي قاتل بشجاعة حتى إنه قتل سنان باشا أحد كبار قادة العثمانيين. لكن العثمانيين كان عندهم البنادق والمدافع، والمماليك بيقتلوا بالسيوف، والنتيجة كانت الهزيمة. العثمانيين دخلوا القاهرة، لكن طومان باي ما استسلمش. جمع اللي اتبقى من جنوده وبعض أهل مصر انضموا إليه، وفي الليلة الموعودة هاجم طومان باي معسكر العثمانيين في بولاق، وكان على وشك إنه يقلب الموازين. لكن القوة الأكبر حسمت المعركة، واضطر طومان باي للانسحاب ناحية البحيرة. وهناك لجأ طومان باي لشيخ من العربان اسمه حسن بن مرعي، اللي استقبله وأكرمه وأقسم على المصحف 7 مرات إنه يحميه. لكن مع الأسف طمعه في المكافأة غلبه، وبلغ العثمانيين بمكانه علشان يوصل جنود العثمانيين ويقبضوا على آخر سلاطين المماليك. ويساق طومان باي إلى السلطان سليم الأول. وقف قدامه بثبات، ما انحناش ولا توسل، وده اللي خلى سليم الأول يعجب بيه وبشجاعته وبثباته، لدرجة إنه كاد إنه يعفو عنه. لكن بعض الأمراء حذروه، وخصوصا خاير بك اللي سبق وخان قبل كده السلطان قنصوة الغوري في معركة مرج دابق، وكان سبب في هزيمة المماليك باتفاقه مع العثمانيين. همس في أذن السلطان سليم الأول وقال له طالما طومان باي حي هيفضل حكمك في خطر. فصدر الحكم فورا وبلا تردد بالإعدام شنقا. وفي 15 إبريل سنة 1517 ميلادية مشي الجنود العثمانيين بطومان باي في شوارع القاهرة. الناس خرجت من بيوتها، الستات كانت بتبكي والرجالة ساكتين. وصل الموكب لباب زويلة، وقف طومان باي لحظات يبص على الباب، واللحظات مرت ساعات. طومان باي رفع راسه وبص لباب زويلة وابتسم. هتعيش بعدي سنين طويلة تحكي الحكاية. باب زويلة أو بوابة المتولي، لأن كان بيقعد عنده متولي الحسبة اللي بياخد الضرايب على البضايع اللي داخل القاهرة، بناه الوزير بدر الجمالي سنة 1092 ميلادية. بوابة حجرية ضخمة ارتفاعها حوالي 24 متر، برجين هايلين بيحموا المدخل، وفوقهم مئذنتين مسجد المؤيد شيخ اللي اتبنوا مع المسجد سنة 1421 ميلادية، واقفين كأنهم شاهدين على تاريخ القاهرة اللي فات، وهيفضلوا كده لمئات السنين في المستقبل. من الباب ده ياما خرجت جيوش للحروب، خيول بتصهل وطبول بتدق وسيوف بتلمع تحت شمس القاهرة. ومن الباب ده ياما رجعت جيوش منتصرة
ترفع الرايات ويهتف الناس. وعلى جدران الباب ده برضه اتعلقت رؤوس رسل التتار، وعلى أخشاب مدخله ياما اتعلقت جثث الحرامية وقطاع الطرق والمجرمين. ومن فتحاته العالية كان الزيت المغلي بيسكب على جيوش الأعداء اللي حاولت تكسر أبواب القاهرة. ويا لسخرية القدر، النهاردة الباب ده هيشوف أصعب مشهد في تاريخه كله، وهيتعلق عليه سلطان مصر لأول مرة في التاريخ. وقف طومان باي ينظر للباب الثابت منذ أكثر من 400 سنة، وأدرك في تلك اللحظة إن هو شخصيا زيه زي باب زويلة، وإن الثبات والكرامة هو آخر ما يملكه الإنسان. علشان يتحرك طومان باي ويتقدم بخطوات ثابتة، ويلتفت إلى جموع الناس ويقول لهم: اقروا لي الفاتحة 3 مرات. ويقراها والناس بتقرا معاه، ويلتفت إلى الجلاد ويقول له: شوف شغلك. ويلف الحبل حوالين رقبته. وبيذكر المؤرخ محمد بن إياس إن الحبل اتقطع في المرة الأولى علشان الناس تصرخ من الفرحة، ويعتبروا إن دي علامة إن طومان باي هيعيش. لكن الجلاد بيلف الحبل مرة تانية حوالين رقبة طومان باي، فالناس تزعل وتقول: يا فرحة ما تمت. فينقطع الحبل مرة تانية، والناس هنا فرحتها تعلى وتزيد عن المرة الأولى. لكن الجنود بيلفوا الحبل حوالين رقبة طومان باي مرة تالتة وبإحكام أكتر علشان يتم الإعدام في المرة التالتة. ويا فرحة ما تم. ويموت طومان باي آخر سلاطين المماليك مشنوق على باب زويلة، ويفضل جسمه متعلق 3 أيام على باب زويلة، والناس تمر تبكي وتتحسر. وبموته تنتهي دولة المماليك، دولة انتهت عند باب زويلة، اللي قصته بتعلمنا درس بسيط لكن عميق: إن الكرامة لا تعيش بدون الثبات على المبدأ. طومان باي خسر الحرب وخسر الملك وخسر حياته، لكنه ما خسرش كرامته. لم يتوسل ولم يتذلل، وكان طلبه الوحيد من السلطان سليم الأول قبل إعدامه إنه يتم إعدامه ببدلته الحربية، وظل ثابت حتى اللحظة الأخيرة. وفي حياتنا ممكن نخسر أشياء كتير: مال، وظيفة، منصب، لكن الإنسان الحقيقي هو اللي يظل ثابت على مبادئه، محتفظ بكرامته، لأن الكرامة بتحتاج ثبات. باب زويلة واقف في القاهرة منذ أكثر من 900 سنة، مرت عليه دول وسلاطين وحروب، لكنه فضل ثابت. وفي يوم من أيامه وقف تحته سلطان ثابت زيه. سقطت الدولة لكن الثبات لم يسقط، ومات طومان باي لكن كرامته بقي. يا رب يرزقنا وإياكم فرحة تتم على خير، وما ياخدهاش الغراب ويطير. وكل عام وانتم بألف خير. وهذه يا سادة كانت حكاية من حكايات باب زويلة، تحفة معمارية وعبرة أخلاقية. وكل عام وأنتم بخير. سلام. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا